كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي عن كارثة تربوية تحدث لابنها على يد أحد المدرسات، مؤكدة أن الأخيرة تقوم بتجنيد بعض الطلاب للتجسس على جروب الأمهات على الواتساب وتعاقب الصغار بالتنمر عليهم انتقاما من آبائهم حال تقديم أي شكوى فيها للإدارة. هاجر الشرنوبي هددت بفضح المستور بالتفاصيل الكاملة والأسماء، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الفيسبوك: يا جماعة لو سمحتم، عاوز اخد رأيكم في حاجة. على ايامنا المؤسسة كان اسمها تربية وتعليم، هو ينفع مدرسة فاضلة تربوية تعلم الاولاد الفتنة؟ ينفع تستفرد بعيال صغيرة لسه سنهم 11 سنة وتقول لهم تعالوا قولوا لي ايه اللي بيحصل في جروب الامهات؟ ثم تابعت: ينفع تخلي الاولاد يفتنوا على بعض وتلبس طاقية ده لده وتبقى مجندة طفل صغير يفتن لها ويبقى عصفور على اصحابه؟ طب هي ما فكرتش في الولد اللي مجنداه ده هيطلع ايه لما يكبر؟ بتعلمه الفتنة وتخليه منبوذ قدام أصحابه. ووصلت هاجر الشرنوبي قائلة: لما المدرسة تعرف إن ولي أمر اشتكى منها في الجروب تستقصد ابنه في الفصل، تضحك عليه الأولاد وتقلل منه الدرجات وتستقصده وتعيشه جوه المدرسة عيشة سودة. ينفع تسيب الحصة وتقعد تصحح الامتحان وتقرأ الإجابات قدام الأولاد وتقعد تضحكهم على بعض بدل ما تربيهم وتشجعهم؟ هي الأستاذة الفاضلة ما تعرفش إن التربية قبل التعليم وطايحة في العيال ومحدش بيعاقبها. وقالت هاجر إنها لن تتهاون مع الأمر في حال تكرار الأمر مرة أخرى. أضافت: غالبا المرة اللي جاية لو الموضوع طول وفضلت بالشكل ده هكتب اسمها واسم المدرسة وهحول الموضوع لرأي عام، عشان اللي بيحصل ده بيأثر في نفسية الأولاد. محدش هيحاسب عليه غير أولياء الأمور لما تطلع نفسية الأولاد مشوهة بالشكل ده. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل راعي مش مسؤول عن رعيته. إن أعجبك الفيديو برجاء الاشتراك في حساباتنا على السوشيال ميديا باسم خبر طازة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل إشعارات الأخبار الجديدة.